والمفكر عبد الله أوجلان الأم عويش. وفي ذكرى رحيلها نحن كحركة المرأة الحرة في مؤتمر ستار نترحم على روحها وكافة أمهات السلام، لأنهن أنجبن قادة كان لهم الفضل في تحرير المرأة وشعوب المنطقة من الذهنية الذكورية المتسلطة. ففي شخصية الأم عويش تعرفت النساء على الكثير من الخصال في شخصيتها كانت مخفية ومغيبة عنها قصرا من ناحية طرق وأساليب المقاومة وكيفية نشأة الأبناء على تربية سليمة وقويمة، فكان له الدور الفعال وتأثير إيجابي على عموم النساء بأن تكون النساء لائقات بجدية بمعنى كلمة الأمومة والمرأة الحرة التي تمتلك الإرادة والريادة. فكانت لشخصية الأم عويش القوية في مجتمعها برغم من العادات والتقاليد ونمط الحياة الصعبة. كانت الأم عويش بمثابة مدرسة، وحياتها كانت مليئة بالعبر والقيم العديدة كالصبر، العناد، الانتقام، عدم الاستسلام، العيش بكرامة والذوق لحرية. وكل هذه الصفات والخصال مهدت الأرضية لإنشاء شخصية قيادية عظيمة كالقائد عبد الله أوجلان الذي بدأ مسيرته النضالية منذ نعومة أظافره من خلال التناقض الذي كان يعيشه ومواقف والدته الثابتة في الحياة. وهذا ما أكده القائد أوجلان أيضا بقوله إنه تعلم من أمه عدم الصمت في حال تعرضه للظلم والبحث عن الحقيقة ومعرفة الصح من الخطأ وعدم الاستسلام مهما كان الثمن وأين كان الشخص أو الجهة المعادية. الأم عويش أثبتت بأن الحرية تبدأ من الطفولة من خلال تربيتها السليمة للقائد ودعمها له. إن الإنجازات العظيمة التي حققتها شعوب شمال وشرق سوريا عامة والمرأة على وجه الخصوص هي ثمرة جهد عظيم بذله وما زال يبذله القائد ضد الذهنيات السلطوية والقومية والعنصرية، وأكد أن حرية المجتمع يبدأ من حرية المرأة وريادتها ضمن المجتمع. إننا كنساء في مؤتمر ستار في ناحية تربسبية وفي شخصية الأم عويش نستذكر جميع المناضلات التي انتهلن فكر وفلسفة الحرية من القائد الإنساني عبد الله أوجلان وتحولن لرموز وأيقونات عالمية لمناهضة العنف والإرهاب والذهنية المتسلطة من أمثال ساكنة وليلى وبارين وآرين وأفستا وغيرهن العشرات التي ضحين بأرواحهن لينعم البشرية بالسلام والأمان وتصبح المرأة صاحبة إرادة وريادة ضمن المجتمع ومنهلا للحياة الندية الحرة. إن الأم عويش ستبقى مثالا عظيما وفخرا لنا لأنها صاحبة الفضل الأكبر في إنارة طريقنا نحو الحرية، فهي التي حملت وأنجبت وربت هذا القائد العظيم الذي بفضله ننعم بالحياة الحرة. مؤتمر ستار في ناحية تربسبية.